والله يا حبايبي سنة أولى إعدادي في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم في فيديو مراجعة شهر أكتوبر. مراجعة شهر أكتوبر إن شاء الله هتكون متضمنة 3 دروس، الدرس الأول اللي هو تركيب الذرة، والدرس الثاني اللي هو الجدول الدوري لتصنيف العناصر، والدرس الثالث المادة وخصائصها. تعال نبدأ نشوف المراجعة بتاعتنا النهاردة وأسئلتها. طب السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. مديني هنا بيقول لي يتكون صخر الحجر الجيري من مادة، طبعا هنا كربونات الايه؟ كربونات الكالسيوم. رقم 2، تحتوي بعض الأسمدة على عنصر نقط اللازم لإخضرار أوراق النبات. اللي بيسبب إخضرار أوراق النبات طبعا عنصر مين؟ عنصر النيتروجين. طيب ما أصغر المكونات دون الذرية من حيث الكتلة؟ عاوز اللي كتلته صغيرة. أصغر طبعا كتلة عندنا اللي هي الإلكترونات، كانت الكتلة بتاعتها عبارة عن 1/1836 يوم. طيب تعالى لي رقم 4، أي مكونات دون الذرية التالية تكون كتلتها 1 يو؟ 1 يو كان البروتونات والنيترونات. رقم 5 بيقول لي تحمل نواة الذرة شحنة كهربائية موجبة، وطبعا ممكن تجي لك في صيغة علل. ليه النواة موجبة الشحنة؟ هتقول له لأنها تحتوي على بروتونات موجبة ونيوترونات متعادلة. تعالى ليه السؤال رقم 6 بيقول لي أي العناصر التالية ليس من مكونات سماد NPK؟ ال N ده النيتروجين، وعندك البي ده اللي هو الفوسفور، وعندك يا سيدي اللي هو الكي ده اللي هو البوتاسيوم. طبعا مين اللي مش موجود في الام بي كي؟ طبعا الصوديوم. رقم 7 بيقول لك كتلة الإلكترون نقط كتلة البروتون. طبعا الإلكترونات من ضمن اللي هي الجسيمات اللي بتكون خفيفة، وبالتالي بتكون كتلتها أقل من البروتون. رقم 8 بيقول لك العدد الكتلي غالبا نقط العدد الذري. طبعا هنا العدد الكتلي بيكون أكبر من العدد الذري، علشان ده بيكون متضمن حاجتين، عدد البروتونات وعدد النيترونات اللي موجودة عندك في النواة. رقم 9 بيقول لي ما هو عدد البروتونات في نواة ذرة عنصر الأكسجين O816؟ طبعا عندك إن عدد البروتونات يقصد بيه العدد الذري، يبقى أنت العدد الذري بتاعك ده عبارة عن عدد البروتونات، يبقى 8. طيب رقم 10 بيقول لي عدد مستويات الطاقة في أثقل الذرات المعروفة، وده خلي بالك سؤال بيلخبط ناس كتير. عدد المستويات هم 7، مين بقى؟ الكي والال والام والان والاو والبي والكيو. بتتلخبط ما بين السؤال ده وان مستوى الطاقة الأخير بيتحمل كام؟ مستوى الطاقة الأخير بيتحمل 8 إلكترون، لكن مستويات الطاقة الرئيسية اللي عندنا 7. رقم 11 بيقول لي ايه؟ يتم حساب عدد الالكترونات التي يتشبع بها اي من المستويات الطاقه الاربعه الاولى من العلاقه. طبعا كنا بنستخدم العلاقه 2n-2، وعملنا كده ان الكي ده ترتيبه رقم 1، فنعمل 2 في 1/2 يديني 2 الكترون. قلنا الكي بيشيل 2 الكترون. طيب عندك ال 2 في 2/2 هيديني هنا 8 الكترون. عندك الام 2 في 3/2 عشان ده ترتيبه الثالث يديني 18 الكترون. وعندك يا سيدي الان 2 في 4/2 يديني 32 الكترون. طيب رقم 12 بيقول لي مستوى الطاقة الأخير للذرة لا يتحمل أكثر من 8 إلكترون. هتيجي توزع مستوى الطاقة الأخير ما تشيلوش أكثر من 8. رقم 13 النظير الوحيد الذي لا يحتوي نواته على أي نيوترونات. بص يا سيدي احنا خدنا 3 نظائر للهيدروجين H11 و H21 و H31. ده كان اسمه البروتيوم، وده الديوتيريوم، وده التريتيوم. طب مين اللي ما كانش فيه نيوترونات خالص؟ اللي هو H11 اللي هو البروتيوم. فين البروتيوم؟ بروتيوم. طبعا هنا عشان عدد النيوترونات هتطرح العدد الكتلي ناقص العدد الذري فيديك صفر في الآخر. رقم 14 بيقول لي يملأ المستوى M قبل المستوى. طبعا هنا K L M N، ده بتملأ قبل مين؟ N. طب يبقى انت عندك N. 15 يتشبع مستوى الطاقة الثالث M بعدد كام إلكترون؟ مستوى الطاقة الثالث كان بيتشبع ب 18 إلكترون.
رقم 16 ما العدد الذي تتفق فيه كل ذرات نظائر العنصر الواحد؟ لو جيت خدت بالك هنا انا كتبت لك 3 نظائر H11 و H12 و H13 كلهم كانوا متفقين في العدد الذري لكن بيختلفوا في العدد الكتلي. يبقى هنا بيتفق في العدد الذري. طب انت عندك هنا عدد ذري، ما عنديش عدد ذري، بس عندك عدد الالكترونات، وانت عارف ان عدد الالكترونات هو العدد الايه؟ الذري. تعالى ليه السؤال رقم 17 بيقول لك عنصر مستوى الطاقة الأخير له أو الخارجي M يحتوي على إلكترونين يكون عدده الذري كام؟ تعالى نشوف طريقة السؤال ده بتحل إزاي. طب هو بيقول لك آخر مستوى عندك M، يا عم ارسم لحد M KLM. هو قال لي كده آخرك M. طيب آخرك فيه كام إلكترون؟ 2 إلكترون، واملى اللي قبليه 2 و8 10 و2 12. يبقى العدد الذري بتاعي كام؟ 12. طيب تعالى ليه رقم 18 بيقول لي عنصر مستوى الطاقة الأخير له M. ارسم يا عم لحد M KLM. وقال لي M ده بيحتوي على ضعف عدد إلكترونات مستوى الطاقة الأول. طب هو الأول يا مستر بيشيل 2، ضعفه يعني 4، حط في الآخر 4 اللي هو في الM، واملى الباقي 2 و8 و4 يبقى كده 14. طيب تعالى 19 تحتوي نواة ذرة البوتاسيوم على 19 بروتون. تكون طاقة الإلكترون فيه أكبر ما يمكن في أنهي مستوى؟ في مستوى رقم كام؟ بص يا سيدي، وزع كده 19. طبعا أنت هتوزع 19 لأن عدد البروتونات هو العدد الذري. 2 8 8 1. آخر إلكترون اللي هو في مستوى الطاقة KLMN، آخر إلكترون موجود في مستوى طاقة N هو ده الأكبر طاقة، لأن أنا قلت لك لما تيجي تبعد عن النواة، لو أنت بعدت عن النواة كل ما يكون مستوى الطاقة بتاعك طاقته عالية. طبعا هنا أعلى مستوى طاقة عندك اللي هو مستوى الطاقة الإيه؟ الرابع. رقم 20 بيقول لي كتلة نواة نظير التريتيوم. التريتيوم H31 تساوي كام يو؟ عاوز الكتلة بتاعتها اللي هو العدد الكتلي بكام؟ 3 يو. تعالى ليه السؤال اللي بعد كده. أي النظائر التالية تكون كتلتها الأكبر؟ البروتيوم H11، الديوتيريوم H21، التريتيوم H31. هل جميعهم متساويين في الكتلة؟ لا. مين الأكبر كتلة؟ اللي هو عنده أكبر عدد كتلي اللي هو التريتيوم. طيب 22 أول جدول دوري حقيقي لتصنيف العناصر، أول واحد فكر يعمل جدول كان مندليف، يبقى جدول مندليف. رقم 23 تقع الفئة نقط يسار الجدول الدوري الحديث اللي كان موجود ناحية الشمال S، واللي كان موجود ناحية اليمين B، واللي في النص D، واللي تحت F. هو عاوز ناحية الشمال يبقى S. طيب 24 تتكون الفئة التي تقع وسط الجدول. تقع وسط الجدول يبقى كده بيكلمني على D، وانا يا مستر عارف ان دي بيبقى فيها 10 مجموعات، يبقى هنا عندي 10 مجموعات. اي مما يلي لا يصف الفئه اس. لا يصف، خلي بالك كلمه لا يصف يعني مش موجوده في الفئه اس، يعني عاوز خاصيه او جمله غلط في الجدول الدوري الحديث. هل تتكون من مجموعتين رئيسيتين 1A و 2A؟ الجمله دي صح فعلا، 1A و 2A تبع اس، بس هو مش عاوز الصح، هو عاوز الغلط. يبدأ ظهور عناصرها من الدورة الأولى. موجود فيها أول ظهور للفئة اس موجود في الدورة الأولى اللي هو عنصر الهيدروجين. توجد يسار الجدول موجودة ناحية الشمال. جميع عناصرها فلزات؟ لا، جميع عناصرها مش فلزات. في عندك يا سيدي الهيدروجين واحد ده عبارة عن غاز لا فلز، هو مش كلهم مش كلهم فلزات. في عندك اللي هو الهيدروجين ده لا فلز. طيب 26 بيقول لك عدد عناصر الفئة B في كل دورة يساوي نقط باستثناء الدورة الأولى. بص يا سيدي، الفئة B أساسا عبارة عن كم مجموعة؟ هتقول لي يا مستر عندي اللي هي 6 مجموعات. طب 6 مجموعات ده معناه يا مستر؟ معناه إن كل مجموعة بتدخل بعنصر، عاملة زي حكاية الجمعية كده. طالما 6 مجموعات يبقى كل مجموعة بعنصر، يبقى أنا عندي 6 عناصر في الدورة. طيب 27 عدد عناصر الدورة الثالثة نقط عدد عناصر الدورة الرابعة. الدورة الثالثة يا شباب ما فيهاش غير الفئة S والفئة B. يعني أنت عندك دلوقتي هنا في عنصرين وهنا في كام؟ 6. يبقى أنت عندك بتتكلم على كام عنصر؟ في الدورة الثالثة عندك 8 عناصر.
انما في الدوره الرابعه عندك اس وعندك بي وعندك دي. طب انت عندك في الاس في عندك عنصرين، والبي عندك 6 والدي عندك 10، يعني انت بتكلمني على 18 عنصر. 2 و6 ادي 8 عناصر وادي 10، 18 عنصر. يبقى مين اللي فيه هنا عدد عناصر اكبر؟ الدوره الرابعه. طب يبقى هنا الدوره الثالثه اقل. 28 تبدأ كل دورة من دورات الجدول الدوري الحديث بعنصر نقط عدد الدورة الأولى. طبعا كل الدورات بتبدأ بفلز ما عدا الدورة الأولى اللي كان فيها الهيدروجين اللي هو H1، طبعا من ضمن الغازات اللافلزات. عنصر يقع في الدورة الثالثة والمجموعة 5A يكون عدده الذري كام؟ بص بقى نوعية الأسئلة ديت بتحل ازاي؟ دورة ثالثة أنا عندي كام مستوى طاقة؟ 3. خلاص؟ المجموعه 5A طبعا ده كي ال ام. مجموعه 5A دي معناها ان في الاخر عندي 5 الكترونات، واملى الباقي 2 8 5، يبقى انا عدد الذري كام؟ 15. رقم 30 بيقول لك عنصر اكس يقع في الدوره الثانيه. دوره ثانيه يعني انا دلوقتي عندي كام مستوى طاقه؟ عندي مستويين اللي هم الكي والال، ويحتوي مستوى طاقته الاخير طبعا ده كي وال، يعني بيقصد بيه ال على 3 الكترونات. هنا في 3 الكترونات يبقى الاول فيه 2. طيب يكون العدد الذري للعنصر زد الذي يليه في نفس الدوره. طب عنصر اكس ده عدد الذري 2 و3 يبقى 5. يبقى انا قريت واستفدت من اللي قريته. عندي دوره ثانيه يبقى عندي مستويات الطاقه، وقال لي مستوى الطاقه الاخير فيه 3 الكترونات، حطيت 3 وكملت الباقي، عديتهم لقيتهم 5 الكترونات، يعني العدد الذري عندي ب5. هو مش عاوز ده بقى، هو عاوز زد عنصر تاني يعني، بس يليه يعني انت هتضطر تزود يعني بعديه. ودوره قلت لك ان انت هتزود كده وحايد، هتلعب وحايد. يليه يعني هتزود حضرتك 1. 5 و1 كام؟ 6. طيب يوجد العنصران نقط ونقط في نفس المجموعه. كلمه نفس المجموعه دي يبقى انت لازم يكون عندك نفس عدد الكترونات مستوى الطاقه الاخير. لازم نفس عدد الكترونات مستوى الطاقه الاخير. لازم هتيجي توزع ده كله وتشوف مين الاثنين اللي عندهم نفس الالكترونات اللي موجوده في الاخر. طب لو جيت وزعت الثلاثه، لو عدد الذري 3 هتلاقي 2 1. وزع الاربعه 2 2، لا ده اخره 1 وده اخره 2، يبقى مش هينفع. وزع ال 11 وال 12، هنا 2 8 1 وهنا 2 8 2، ما ينفعش. هنا اخر 1 وهنا اخر 2، مش هينفع. وزع الثلاثه بتاعت الليثيوم ووزع ال 11 بتاعت الصوديوم. الثلاثه 2 1، ال 11 2 8 1، ده اخر 1 وده اخر 1، يبقى هما الاثنين موجودين في نفس المجموعه. طيب تعالى ال 32 العنصر الذي يقع في الدوره الثالثه. دوره ثالثه ويحتوي مستوى طاقته الاخير على الكترونين، هو من عناصر مجموعه. بص كده الدوره الثالثه يعني عندي 3 مستويات للطاقه. خلاص؟ طيب موجود فيه في الاخر الكترونين، يعني هنا في الاخر الكترونين وكمل الباقي. طبعا انت عندك في الاخر الكترونين، يعني معنى كده ان موجود في مجموعه 2A، و2A دي من ضمن عناصر الاقلاء الارضيه. 33 تقع اشباه الفلزات في الفئه B. انا قلت لك الفئه B دي فيها مين؟ فيها الغازات الخامله واشباه الفلزات وكل اللافلزات وبعض الفلزات. طيب العنصر الذي عدد الذري 8 من الفلزات ولا اللافلزات ولا الغازات الخامله ولا اشباه الفلزات. طبعا ما اقدرش اقول لك اي اختيار غير لما اجي اوزع. طيب وزع كده ال8 2 تبع الكي والال يديني 6. 2 و6 8، لقيت اخره كام؟ 6، يبقى اللي معاك ده لافلز. ايش عرفك يا مستر؟ لان انا جيت قلت لك ان لو انت وزعت اخرك 1 2 3 يبقى انت بتكلمني على فلزات. طيب 5 6 7 يبقى انت بتكلمني على لا فلزات. طبعا ده اخره كام؟ 6، يبقى اللي معاك ده لا فلز. طيب 35 بيقول لي عدد الالكترونات المفرده. طيب في المستوى الخارجي للغازات الخامله. طبعا الغازات الخامله لما بتيجي توزعها وتعمل نموذج لويس ما بيتفضلش حوالينها اي الكترونات مفرده، يعني حتى التكافؤ كنا بنقول عليه التكافؤ 0، يبقى انا ما عنديش اي الكترونات مفرده. طيب رقم 6 بيقول لي العنصر الذي تكافؤه احادي يمكن ان يحتوي مستواه الاخير على كام الكترون. بص كده، مش هو تكافؤ احادي يعني وارد يكون من المجموعه 1A،
لان 1A تكافؤها احادي. وارد يكون من المجموعه 7A لان 7A برضه تكافؤها احادي. طب جبت دي ازاي؟ خلاص دي مصدقها، رقم المجموعه على رقم التكافؤ. انما دي جبتها ازاي؟ 8 ناقص 7 يديني 1. يبقى انا وارد يكون ان مستوى الطاقه الاخير بتاعي فيه 1 او 7. طيب 37 العنصر الذي عدده الذري نقط لا يحتوي مستوى طاقته الاخير على الكترونات مفرده. لا يحتوي على الكترونات مفرده، يبقى انت بتكلمني على غاز خامل. يعني مستوى الطاقه الاخير بتاعك ماله؟ ممتلئ بالالكترونات. طب تعال نجرب، تعال جرب كده ال 12. ال 12 2 8 2 اخر 2 مش كامل. طب تعالى وزع على 14 2 8 4 برضو اخره مش كامل. تعالى وزع على 16 2 8 6 برضو اخره مش كامل. تعالى وزع على 18 2 8 8 اخر 8 يبقى مستوى الطاقه الاخير مليان، يبقى التكافؤ بتاعه صفر، يعني انا ما عنديش اي الكترونات مفرده، يبقى 18. طيب تعالى ليه السؤال اللي بعد كده بيقول العنصر الذي عدده الذري 15. العنصر الذي عدده الذري 15 يشبه في خواصه الكيميائيه العنصر الذي عدده الذري كام؟ طيب هتوزع ال 15 2 8 5 اخره كام؟ اخره يا مستر 5. يبقى انت عاوز واحد من دول اخره 5 علشان يكون ليه نفس الخواص. عشان انت قلت لي يا مستر وانت بتشرح ان المجموعه او عناصر المجموعه دي بتكون متفقه في عدد الكترونات مستوى الطاقه الخارجي، وبالتالي بتكون ليها نفس الخواص الكيميائيه. ده موجود في المجموعه 5A. هات لي واحد قاعد في المجموعه 5A، وزع الثلاثه كده هتلاقيها 2 1 مش نافعه، دي في مجموعه 1A. طير وزع كده 5 2 3 تبع 3A مش نافع، انا عاوز 5A. وزع كده 7 هتلاقيها 2 5 اخر 5 يبقى موجود في المجموعه 5A، يبقى هي دي. تعالى ليه السؤال رقم 39 بيقول لي الماده التي يمكن فصل مكوناتها بطرق فيزيائيه تعرف ب. طالما طرق فيزيائيه يبقى انت هنا بتكلمني على مخلوط. طب يا مستر ايه هي الطرق الفيزيائيه؟ فكرني بيها. عندك يا سيدي الفصل المغناطيسي، ودي كنت بفصل بيها حديد عن رمل او براده حديد عن رمل. في عندك التبخير والتكثيف، ودي كنت بفصل بيها ماده صلبه تذوب في الميه زي الملح. طيب الترشيح كنت بفصل بيها ماده صلبه بس لا تذوب في الايه؟ في الميه زي الايه؟ زي الرمل. رقم 40 بيقول لي يعتبر نقط من جزيئات العناصر عديده الذرات. عاوز عنصر بس عديد الذرات، H2 ولا Na ولا HCl ولا O3؟ طبعا O3 عشان بيكون فيه 3 ذرات. طيب رقم 41 جميع ما يلي جزيئات مكونه من نوع واحد من الذرات. مستر يعني ايه نوع واحد من الذرات؟ يبقى هو بيكلمني على عنصر. ايش عرفك؟ ما هو نوع واحد من الذرات معناه ان الذرات بتاعتي متشابهه، وانتوا عارفين ان طالما الذرات بتاعتي متشابهه يبقى بتكلم عن عنصر. ذرات مختلفه يبقى بتكلم عن مركب. بس بيقول لك كلمه ما عدا، يبقى كل الاختيارات اللي موجوده عندك دي عناصر ما عدا مركب واحد هو اللي هتختاره. O2 يعني انت عندك ذرتين اكسجين شبه بعض يبقى ده عنصر. H2 يبقى ذرتين هيدروجين يبقى ده عنصر. O3 ثلاث ذرات اكسجين يبقى ده عنصر. CO ده مركب. ليه يا مستر مركب؟ ذراته مختلفه. طيب رقم 42 يعتبر نقط من المخاليط الغير متجانسه. غير متجانسه يعني انا قادر اشوف مكوناته بالعين المجرده. الحليب الطبيعي، الحليب الطبيعي بيكون فيه دهون وبروتينات بس انا مش شايف حاجه. الزيت في الميه الزيت هتلاقيه طافي على وش الميه. طيب رقم 43 بيقول لك اي من المواد التاليه يمكن فصل مكوناته بطرق كيميائيه. طالما طريقه كيميائيه يبقى بيكلمني على مركب. ليه يا مستر؟ لان المخلوط لازم له طريقه فيزيائيه، العنصر لا نافع معاه كيميائيه ولا فيزيائيه. يبقى انا قدامي دلوقتي انا عاوز مركب. هل خليط براده حديد مع رمل؟ لا ده مخلوط، شكرا، غلط. السكر المذاب في الميه ده مخلوط، مش عاوزك. اكسيد الزئبق الاحمر ده مركب، هاته. وكان بيتفك بالتسخين، لاكسجين لوحده وزئبق لوحده. الصيغه الكيميائيه لمركب النشادر المكون من ذره نيتروجين وثلاثه هيدروجين، طبعا هنا NH3. يمكن فصل مركب نقط بواسطه جهاز فولتمتر هوفمان الى عناصره. طبعا الجهاز ده كان بيفك لي الميه.
عن طريق اللي هو التحليل الايه الكهربي. كنت بملى الفولتمتر هوفمان بالميه واوصل كهرباء، فلاقي الاكسجين طلع لوحده والهيدروجين طلع لوحده. اي مما يلي لا يمكن فصل مكوناته بطرق فيزيائيه او كيميائيه. خلي بالك بقى من الجمله دي، لا يمكن يعني لا نافع معاها كيميائيه ولا فيزيائيه. يبقى انت بتتكلمني كده يا مستر على عنصر، لان دي ابسط صوره للماده لا يمكن تحليلها ولا بطرق فيزيائيه ولا كيميائيه، مش نافع معاها حاجه خالص. زي مين؟ زي الكالسيوم. طبعا الملح في الميه ده تبخير وتجفيف. اكسيد الزئبق اقدر افصله بالتسخين. الميه تحليل كهربي، يبقى هو الوحيد اللي ما يتفكش الكالسيوم. اي العبارات التاليه تصف المخلوط وصفا دقيقا. عاوز وصف للمخلوط يكون وصف كويس او صحيح. ماده تتكون من نوع واحد من الذرات، الكلام ده غلط. لا يمكن فصل مكوناته بطرق فيزيائيه او كيميائيه، لا اقدر بالفيزيائيه، يبقى الكلام ده غلط. يمكن فصل مكوناته بطرق كيميائيه فقط، غلط. يمكن فصل مكوناته بطرق فيزيائيه، اقدر افصل المكونات بتاعته بالطرق الفيزيائيه الثلاثه اللي قلتهم لك من شويه. جميع ما يلي من الخصائص الفيزيائيه للماده. خصائص فيزيائيه هي الخصائص التي يمكن قياسها وملاحظتها. اي خاصيه تقدر تلاحظها او تشوفها او تقيسها يبقى دي خاصيه فيزيائيه. بس بيقول لك كلمه ما عدا، يبقى انت هتختار خاصيه كيميائيه. طيب اللون ولا الكثافه ولا درجه الانصهار ولا صدأ المعادن؟ لا صدأ المعادن، لان ده عباره عن تفاعل كيميائي. انما اللون والكثافه ودرجه الانصهار كل دي عباره عن خواص قادر تشوفها وتقيسها. رقم 49 بيقول لي يمكن التمييز عن طريق اللون بين كل من. يبقى انت عاوز حاجتين لونهم مختلفين، سكر وملح ولا دقيق ونشا ولا حديد وذهب؟ حديد وذهب، لان دول الوانهم بيكونوا مختلفين. رقم 50 بيقول لي يمكن التمييز عن طريق الرائحه بين كل من. يبقى انت عاوز حاجتين ليهم رائحه مختلفه. هل العطر والخل؟ العطر والخل طبعا كل واحد بيكون ليه ريحه مميزه. تعال نكمل الباقي نشوف. الفضه والالومنيوم، الخشب والبلاستيك، الماء والثلج، لا عندك اللي هو العطر والخل. 51 يمكن التمييز عن طريق التوصيل الكهربي بين كل من. هو عاوز يميز عن طريق التوصيل الكهربي، يبقى انت مضطر تختار ماده بتوصل قصاد ماده ما توصلش عشان اقدر افرق. حديد ونحاس الاثنين بيوصلوا، مش هقدر افرق. المطاط والبلاستيك الاثنين قاطعين كهرباء ما بيوصلوش اساسا. النحاس والمطاط واحد بيوصل واحد ما يوصلش. النحاس يوصل لكن المطاط ما يوصلش. تحتوي الدوره الثالثه على كم عنصر؟ انا قلت لك الدوره الثالثه فيها اس وبي. اس فيها مجموعتين بعنصرين، وبي فيها 6 مجموعات ب6 عناصر. 2 و6 8 عناصر. طيب تعالى ليه سؤال رقم 53. اي مما يلي ليس يعني عاوز حاجه غلط من الخصائص التي تميز غاز الهيدروجين. غاز خامل لا يتفاعل في الظروف العاديه، الكلام ده صح. هو عاوز الغلط. اكبر كثافه من الهواء، لا ده بالعكس، ده انا بملى بيه المناطيد عشان بيكون غاز خفيف فبيطير البلالين فوق. طبعا هو غير قابل للاشتعال، طبعا غاز بيكون امن. اقل كثافه من الهواء، طبعا انا اخترت الاجابه الغلط لان هو عاوز مني الغلط. طيب 54 كل مما يلي من الخواص الفيزيائيه لقطعه من كربونات الكالسيوم. كله فيزيائي ما عدا مين؟ عدا يبقى عاوز واحده كيميائيه. صلبه دي عباره عن خاصيه اقدر اشوفها يبقى فيزيائيه. لا تذوب في الميه بيتكلم على ذوبانيه، خاصيه بقدر اشوفها يبقى دي فيزيائيه. بيضاء اللون بيتكلم على لون من ضمن الحواس، الرؤيه، يبقى خاصيه فيزيائيه. تتكون فقاعات غازيه مع الخل، كده معناه حصل تفاعل كيميائي حضرتك وطلع غاز. طيب جميع المواد التاليه غير نقيه ما عدا محلول السكر ولا محلول الخل ولا عصير البرتقال ولا الزئبق. لا الزئبق عشان دي عباره عن عنصر وعناصر من ضمن المواد النقيه. صيغه جزيء يتكون من ذره كربون واربعه هيدروجين. عندك واحده كربون واربعه هيدروجين، يبقى كده بيكلمني على الميثان CH4. 57 ماده نقط شفافه منخفضه الكثافه يدخل في تركيبها الهواء. ده اللي هو الايروجيل، ودي بنستخدمها مع علماء القطب الجنوبي والشمالي علشان خاطر نصنع منها اللي هي الجواكت، وبتكون ليها فايده كبيره في العزل الحراري. جميع ما يلي يعتبر خاصيه فيزيائيه ما عدا، يبقى هو عاوز مني خاصيه كيميائيه. انصهار الثلج لا فيزيائيه لان قادر اشوفه واقدر اميزه او اقدر احسه. صدى الحديد ده معناه ان اتكون عندك ماده جديده، وطالما اتكونت ماده جديده يبقى ده تفاعل كيميائي.
تعالى السؤال رقم 59 بيقول لي عنصر نقط من العناصر الانتقاليه يوجد في صوره سائله، عاوز عنصر انتقالي سائل. طيب البروم سائل بس مش موجود في الانتقاليه، موجود في الفئه بي. الميه اساسا مركب مش عنصر. الصوديوم عنصر بس موجود في اس، مش موجود في العناصر الانتقاليه دي. الزئبق موجود في نص الجدول اللي هي العناصر الايه الانتقاليه. طيب نواة الذره زي ما قلت لك بتكون موجبه الشحنه، قلت لك عشان فيها بروتونات موجبه ونيوترونات متعادله. 61 بيقول لي طاقه المستوى ال اكبر من طاقه المستوى مين؟ كي. ليه بقى؟ علشان انت عندك كده الاول وبعد كده ال، هو بيسالك ال بقى ده اكبر من مين؟ مفيش قدامه او مفيش وراه غير مين؟ الكي. رقم 62 مستوى الطاقه الخارجي لاي ذره لا يتحمل اكثر من 8 الكترون ما عدا الكي بيشيل 2 بس. الجسيمات التي يمكن إهمال كتلتها ولا يمكن إهمال شحنتها. يمكن إهمال كتلتها يعني كتلتها بتكون قليلة قوي بس شحنتها مهمة. دي طبعا الإلكترونات طبعا شحنتها سالب، طبعا شحنة مهمة جدا بس الكتلة بتاعتها بتكون قليلة وخفيفة يعني يمكن إهمالها. تعالى ليه السؤال الثاني. اكتب المصطلح العلمي كل ما له كتلة وحجم ويشغل حيز من الفراغ، ده اللي هو تعريف المادة. وحدة بناء وتركيب جميع المواد، طبعا هنا ده تعريف الذرة. رقم 3 عنصر يدخل في تركيب الأسمدة يلزم لتقوية الجذور، طبعا اللي هو البي اللي هو الفوسفور. عدد البروتونات داخل نواة الذرة ويرمز له بالرمز زد ويكتب أسفل يسار رمز العنصر. العدد اللي من تحت بيتكتب ناحية الشمال كان اسمه العدد الذري، طبعا اللي بيتكتب من فوق ده العدد الكتلي. مجموع أعداد البروتونات والنيوترونات لنواة ذرة العنصر ويرمز له بالرمز A ويكتب أعلى يسار الرمز الرقم اللي كان من فوق ده اللي هو العدد الكتلي. رقم 6 جسيمات شحنتها سالبة تدور حول النواة بسرعات فائقة، ده اللي هي طبعا الجسيمات السالب اللي هي الإلكترونات. رقم 7 بيقول لك جسيمات موجبة الشحنة توجد داخل نواة الذرة. الجسيمات الموجبة ديت اللي هي البروتونات. السؤال اللي بعد كده سؤال رقم 8 جسيمات متعادلة الشحنة توجد داخل نواة الذرة، دي اللي هي النيوترونات. 9 الفرق يعني هطرح بين العدد الكتلي والعدد الذري في نواة الذرة. لما بتيجي تطرح العدد الكتلي ناقص العدد الذري كان بيديك مين؟ برضو عدد النيوترونات، عدد النيوترونات. مناطق وهمية تدور فيها الإلكترونات حول النواة بسرعات فائقة. فين الأماكن اللي بيكون الإلكترون بيدور فيها حوالين النواة؟ إيه الأماكن دي كنا بنسميها إيه؟ مستويات الطاقة. صور مختلفة لذرات عنصر واحد تتفق في العدد الذري وتختلف في العدد الكتلي. صور مختلفة لنفس العنصر، ده اللي هو كنا بنقول عليه واحنا بنشرح اللي هو التوأم. طبعا هنا مش بسميه توأم، هنا بسميه النظائر. وما تنساش سؤال مهم جدا 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 وبيتكرر كتير في الامتحانات. نظير الهيدروجين H11 الذي ينعدم وجود النيترونات في نواته، ده اسمه ايه؟ كان اسمه بروتيوم. رقم 13 جدول رتبت فيه العناصر تصاعديا حسب كتلتها الذرية، ده جدول مندليف. طبعا ده كان اول جدول يتعمل وموزلي راح عمل عليه شويه تعديلات. جدول رتبت فيه العناصر تصاعديا حسب اعدادها الذريه، ده جدول موزلي. ده الجدول اللي عملوه او اللي عمل عليه تعديلات، ده كان العالم موزلي. 15 جدول رتبت فيه العناصر تصاعديا حسب اعدادها الذريه وطريقه ملء مستويات الطاقه الفرعيه بالالكترونات، ده الجدول الدوري الحديث. رقم 16 الأعمدة الرئيسية في الجدول الدوري الحديث. الأعمدة الرئيسية اللي يقصد بها العمود اللي واقف ده كنا بنسميه المجموعة.
او المجموعات. الصفوف الافقيه يقصد بها الصف الافقي اللي هو الصفوف النايمه دي، وكان عددها 7 خلي بالك ماشي، دي بنسميها الدورات. وقلت لك ساعتها واحنا بنشرح 7 دورات ليه؟ عشان انا عندي 7 مستويات للطاقه. طبعا انا عندي كام مجموعه؟ عندي 18 مجموعه وعندي 7 دورات، علشان خاطر تبقى فاكر السؤالين دول مهمين قوي بيجوا كتير. الفئه التي تضم عناصر اللانسينيدات والاكتينيدات في الجدول الدوري الحديث ده الفئه اف، ودول كانوا موجودين اسفل الجدول. مجموعه العناصر التي تفصل بين اس وبي وتبدا من الدوره الرابعه، هو يقصد العناصر او الفئه اللي موجوده عندك في نص الجدول، اللي هي مجموعه العناصر الانتقاليه. العناصر الانتقاليه، وممكن تكتب الفئه برضو دي عادي مفيش مشكله. درجه الحراره التي تتحول عندها الماده من الحاله الصلبه الى الحاله السائله، طبعا ديت درجه الانصهار. درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية دي درجة الغليان. عناصر يحتوي مستوى طاقتها الخارجي غالبا على أقل من 4 إلكترون. يعني إيه يا مستر أقل من 4 إلكترون؟ يعني هتلاقي في الآخر عندك 1 أو 2 أو 3 إلكترون، يبقى أنت كده بتكلمني على فلزات. عناصر يحتوي مستوى طاقتها الخارجي غالبا على أكثر من 4 إلكترون. أكثر من 4 إلكترون يعني معناها 5 6 7 إلكترون، يعني أنت بتكلمني على لا فلزات. طيب وحدة قياس نص القطر الذري البيكومتر، خلي بالك برضو من السؤال ده برضو بيتكرر كتير. البيكومتر، والبيكومتر دي وحدة قياس صغيرة جدا، لأن أنت بتقيس نص قطر ذرة لا يرى بالعين المجردة. عدد الالكترونات المفرده في تركيب لويس، الالكترونات المفرده اللي كنت بتعدها حضرتك كنا بنقول عليها التكافؤ. ما تنساش برضو السؤال ده مهم. عناصر لا تتفاعل في الظروف العاديه وتتميز باكتمال مستوى الطاقه الخارجي. العناصر الوحيده اللي كانت بتبقى مليانه في كل مستويات الطاقه اللي هي الغازات الخامله او الغازات النبيله. عناصر تجمع في خواصها بين الفلزات واللافلزات، اللي هي العناصر المائعه نص نص ديت اللي احنا بنسميها اشباه الفلزات. 26 عناصر تتشابه في خواصها الكيميائيه وعدد الكترونات مستوى طاقتها الاخير تتشابه في الخواص وليها نفس عدد الالكترونات، يبقى دي عناصر المجموعه. طيب مواد يمكن فصل مكوناتها بطرق فيزيائيه، طرق فيزيائيه بيكلمني كده على مخاليط. مخاليط يمكن تمييز مكوناتها بالعين المجرده، اقدر اشوفها، ويمكن فصلها بطريقه الترشيح اللي هي الغير متجانسه. ابسط صوره نقيه للماده لا يمكن فصل مكوناتها بالطرق الفيزيائيه او الكيميائيه، لا نافع معها ده ولا ده، ده عبارة عن العنصر. طيب مادة نقية تتكون من اتحاد الكيميائي بين عنصرين أو أكثر بنسبة وزنية أو بنسبة كتلية ثابتة، ده اللي هو المركب. 33 صيغة رمزية تعبر عن نوع وعدد الذرات المكون للجزيء، ده اللي هي الصيغة الجزيئية. 34 الخواص التي تظهر عند حدوث تفاعل كيميائي ويؤدي إلى تغير شكل وتركيب المادة. خواص مش هتظهر غير لو حصل تفاعل، يبقى دي خواص كيميائية. رقم 35 غاز خامل كثافته أقل من كثافة الهواء وغير قابل للاشتعال، ده طبعا غاز الهيليوم وكنت بستخدمه في ملء المناطيد. 36 غاز لافلز يقاوم التغير في درجات الحرارة وتملأ به إطارات السيارات، ده اللي هو النيتروجين. وده خلي بالك ممكن يجي يقول لك اذكر أهمية النيتروجين ملء إطارات السيارات، ليه؟ لأنه بيقاوم التغير في درجات الحرارة. ممكن يجي لك سؤال علل كمان فيه. شبه فلز يوصل الكهرباء بدرجة أقل من الفلزات وأكبر من اللافلزات، يعني في النص، يعني ده اللي هو السيليكون. السؤال اللي بعد كده سبيكة مصنوعة من الحديد المضاف إليها بعض العناصر وغير قابلة للصدى. طبعا السبيكة ديت اللي هي الستانلس.
ودي كنا بنصنع منها اواني الطهي. تعالى لي اكمل العبارات الاتيه. يرمز لعنصر الكربون بالرمز سي، ورمز الصوديوم Na. رقم 2، يعد نموذج نقط أول نموذج للذرة على أساس تجريبي. أول واحد حط نموذج للذرة كان اسمه رازرفورد. رقم 3، تتركب المادة من وحدات بنائية تعرف بنقط، والتي تتكون من وحدات بنائية أصغر تعرف بنقط. يبقى المادة تتكون من جزيئات، ما تستعجلش في إجابة السؤال، والتي تتكون من وحدات أصغر تعرف بالإيه؟ بالذرات. تحتوي نواة الذرة على نوعين من الجسيمات. النواة جوه فيها نوعين من الجسيمات، إيه هما؟ الموجب والمتعادل، اللي هو البروتونات والنيوترونات. تدور الإلكترونات حول النواة بسرعات فائقة في مدارات وهمية تسمى مستويات الطاقة. الإلكترونات دي كانت بتلف في مستويات الطاقة. البروتونات جسيمات بتكون موجبة الشحنة، بينما النيوترونات بتكون متعادلة الشحنة، يعني ولا هي موجب ولا هي سالب. رقم 7 بيقول لك العدد الكتلي اللي هي النيوكلونات. ما تنساش ان الكتلي هو النيوكلونات. ده كان عباره عن مين زائد مين يا مستر؟ ده كان عباره عن مجموع البروتونات والنيوترونات اللي موجوده داخل النواه. يرمز للعدد الذري بالرمز زد، وكان بيكتب اسفل يسار الرمز، تحت بس ناحيه الشمال. رقم 9، العنصر الذي تحتوي نواة ذرته على 3 بروتون. عندك 3 بروتون و4 نيوترون، يكون عدده الذري، خلي بالك العدد الذري هو البروتونات، يبقى عنده الذري بتاعه 3. العدد الكتلي بروتونات ونيوترونات، يعني 4 و3 كام؟ 7. طيب 10 بيقول لي عندما يتساوى العدد الذري مع العدد الكتلي فإن هذا يعني عدم وجود. فاكرين البروتيوم كان H11، فكان العدد الكتلي بيساوي العدد الذري، فكنت لما تيجي تجيب عدد النيوترونات يطلع معاك بصفر. فانت عندك هنا طالما عدد ذري بيساوي عدد كتلي، هذا يعني عدم وجود ايه؟ نيوترونات. ليه يا مستر؟ لان انت لما بتيجي تطرح الاثنين دول من بعضهم عشان تجيب عدد النيوترونات بيطلع لك بصفر. يتشابه جسيم البروتون مع جسيم النيوترون في الكتله، ده بواحد يو ده بواحد يو، لكن بيختلفوا في الشحنه، واحد متعادل وواحد موجب. يرمز لمستوى الطاقة الثالث بالرمز KLM، ولمستوى الطاقة السادس KLMNOB. يتكون كل مستوى طاقة رئيسي اللي هو K والL والM والكلام ده كله من عدد من مستويات الطاقة الفرعية. مستويات الطاقة الفرعية، كل مستوى طاقة كبير بيبقى فيه مستويات طاقة تاني صغيرة. تتفق نظائر العنصر الواحد في العدد الذري. خلي بالك السؤال ده مهم، السؤال ده مهم قوي. ويختلفوا في العدد اللي فوق اللي هو العدد الكتلي. تزداد طاقة الإلكترون كلما ابتعدنا عن النواة. ابعد عن النواة هتلاقي طاقة المستوى بتزيد. أقل المستويات طاقة K، واعلى واحد فيهم في الطاقه اللي هو الكيو، اخر ايه؟ اخر واحد. تعال لي السؤال رقم 17. يتشبع مستوى الطاقه الاول كي بكام الكترون؟ كنت بشيله 2، وده كان اقل واحد بيشيل لان ده اقل واحد في الطاقه. بينما يتشبع مستوى الطاقه الرابع ب 32 الكترون، كان اخره في الشيل كام؟ كان يقدر يشيل 32. يحتوي مستوى الطاقه ام لذره عنصر الالومنيوم Al13. طب هتوزع يا سيدي ال 13 2 8 3، هو عاوز ام بقى، بيسأل على ام بالذات، في كام الكترون؟ 3. بينما في ذرة الكبريت 16، مديك 16 كبريت، وزع كده 2 8 6، يبقى الام فيه كام الكترون؟ 6 الكترونات.
رقم 19 بيقول لي يملأ مستوى الطاقة L قبل المستوى الطاقة L ده كان بيتملي قبل مين؟ K L M. يبقى L ده كان بيجي قبل مين؟ M. وبعد مستوى الطاقة مين؟ K. يبقى هو L ده قبل مين؟ M بس بعد K. النسبة بين عدد النيوترونات N وعدد البروتونات B في نواة نظير عنصر التريتيوم. طب هو التريتيوم H31. طيب بروتوناته بكام؟ البروتونات بواحد اللي هو العدد الذري. طب النيوترونات قلت لك نطرح 3 ناقص 1 2. يبقى انت عندك النسبة هنا ايه؟ طبعا هنمشي بالترتيب. عدد النيوترونات الأول 2 والبروتونات 1. طيب رقم 21 بيقول لي عدد عناصر الجدول الدوري الحديث كانوا 118 عنصر وكانوا بيتقسموا لأربع أنواع: فلزات ولا فلزات وأشباه فلزات وغازات خاملة. رتب مندليف العناصر تصاعديا حسب الكتلة الذرية اللي هو العدد الكتلي يعني، بينما رتبها موزلي حسب العدد الذري. طبعا مين اللي كان أصح؟ طبعا العدد الذري اللي هو موزلي. اكتشف العالم نقط أن نواة ذرة العنصر تحتوي على بروتونات موجبة الشحنة. طبعا ده اللي هو رازرفورد. رقم 24 أضاف العالم موزلي مجموعة نقط إلى الجدول المندليف. ده حط المجموعة الصفرية اللي كان فيها الغازات الخاملة. 25 رتبت العناصر في الجدول الدوري الحديث حسب نقط ونقط، حسب العدد الذري طبعا تصاعديا حسب العدد الذري، وطريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية بالإلكترونات. وإن شاء الله لما تيجي تطلع ثانوية عامة هتعرف إيه هي الطريقة اللي بنوزع فيها الإلكترونات على المستويات الصغيرة دي. يتكون الجدول الدوري الحديث من 7 دورات لسه قايلها لك من شوية و18 مجموعة رأسية. رقم 27 تتكون الفئة نقط من مجموعتين. الفئة S كان فيها 1A و 2A، بينما تتكون الفئة نقط من 6 مجموعات. B اللي كان فيها 3A و 4A 5A 6A 7A، وآخر مجموعة خالص عندي في الجدول ناحية اليمين اللي هي المجموعة الصفرية. تعرف عناصر المجموعة 1A باسم عناصر الأقلاء، وطبعا في سبب للتسمية دي بس إن شاء الله هتعرفها قدام يعني. بينما تعرف عناصر المجموعة 7A باسم الهالوجينات، والهالوجينات ده برضو ليه معنى بس مش عليك في المنهج، لما تكبر هتعرف ايه هو لو جه في المراحل اللي بعد كده. 29 تفصل الفئة النقط بين الفئتين S و B، الفئة اللي موجودة في النص اللي هي الفئة دي، وتعرف عناصرها باسم العناصر الانتقالية. تبدأ الفئة دي بالمجموعة مين؟ الفئة دي كانت بتبدأ بالمجموعة 3B. ليه بقى؟ كانت أول مجموعة 1A 2A 3B، وتنتهي بالمجموعة 2B. طيب جميع عناصر الفئة دي فلزات توجد في الحالة الصلبة. كل الفلزات اللي موجودة في النص صلبة ما عدا الزئبق كان سائل. يزيد العدد الذري لكل عنصر عن العنصر الذي يسبقه في نفس الدورة. كل عنصر بيزيد عن اللي قبله واحد صحيح. يعني الأولاني بيكون 1، اللي بعديه 2، اللي بعديه 3 وهكذا. 33 في الجدول الدوري الحديث يدل رقم نقط على عدد الإلكترونات مستوى الطاقة الأخير. لما كنت بتيجي توزع مستوى الطاقة الأخير كان فيه إلكترونات، كنت بتستفيد بيها منها إزاي؟ تطلع رقم الإيه؟ المجموعة. بينما يدل رقم نقط على عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات. طب تعد إمتى مستويات الطاقة؟ لما يسألك على الدورة. رقم 34 بيقول لي الفرق بين العدد الذري لعنصرين متتاليين في دورة واحدة يساوي. فرق يعني هطرح. طب انت مثلا لو انت عندك عنصر اسمه اكس وعدد الذري بتاعه 3، وبعديه عنصر اسمه واي وعدد الذري بتاعه ب4، لما تيجي تطرح 3 او 4 ناقص 3 يديني كام؟ 1. ليه بقى؟ لان كل عنصر بيزيد على اللي قبله 1، فبالتالي لما اجي اطرحهم يطلع لي 1. 35 بيقول لي العنصر الذي يقع في الدورة الثانية والمجموعة 6A يكون عدد الذري ايه؟ بص يا سيدي، دورة ثانية يعني عندك مستويات الطاقة. 6A يعني عندي في الآخر 6، واملى الباقي. 2 و6 كام؟ 8.
طب 6A ده تبع انهي فئه؟ بص يا سيدي، احنا ما خدناش غير فئتين علينا توزيعهم، 1A و 2A تبع S، اي حاجه بعد كده هتبقى تبع B، 3A تبع B، 4A، 5A، 6A، 7A، والمجموعه الصفريه او ال 18 يبقى طبعا انت بتتكلم على 6A، يبقى الفئه B. رقم 36 العدد الذري لعنصر زد من الاقلاء الارضيه، خلي بالك اقلاء ارضيه يعني موجودين في المجموعه 2A، ويقع في الدوره الثانيه، دوره ثانيه يعني عندي مستويات الطاقه، واقلاء ارضيه يعني في ال 2A، حط في الاخر 2 واملى الباقي، 2 و2 4. تنقسم العناصر الى 4 انواع لسه قايلها لك من شويه، فلزات ولا فلزات وعناصر خامله واشباه فلزات. يحتوي مستوى الطاقة الخارجي لعناصر الفلزات غالبا على أقل من 4 إلكترونات، لسه حلينها دلوقتي من شوية في المصطلح العلمي. الهيليوم والنيون من أمثلة الغازات الخاملة، ما تنساش الغازات الخاملة هي الغازات النبيلة، ودول كان عددهم 6، هيليوم، نيون، أرجون، كريبتون، زينون، رادون. طيب 40 يوجد عنصر الصوديوم في الحالة الصلبة، الصوديوم كان صلب، بينما عنصر البروم في الحالة السائلة كان هو السائل اللافلز الوحيد، أما السائل الفلز كان الزئبق. يقاس نص القطر الذري بوحدة البيكومتر، والذي يقل فيه نقط بزيادة العدد الذري. كان بيقل فين النص القطر ده؟ كان بيقل في الدورة، وفي المجموعة بيزيد. مهم قوي السؤال ده وبيلخبطك وبتنساه. العنصر الذي يقع في المجموعة 5A تكافؤه، بص يا سيدي، 1A تكافؤه احادي، 2A تكافؤه ثنائي، 3A تكافؤه ثلاثي، 4A تكافؤه رباعي على قد رقم المجموعة. تيجي من بعد 4 يعني 5 6 7 اطرح من 8. طب مش ده 5A؟ 8 ناقص 5 3. وعدد الالكترونات المفردة في مستوى الطاقة الأخير مش هو تكافؤه 3، يبقى عنده 3 مفرد. رقم 43 عند زيادة العدد الذري لعناصر الأقلاء، إيه اللي يحصل لدرجة الغليان؟ درجة الغليان بتقل هي والانصهار. 45 عدد الإلكترونات المفردة في مستوى الطاقة الأخير لعنصر تكافؤه ثنائي. ثنائي، خلي بالك بيقول لك عدد الإلكترونات المفردة في مستوى الطاقة الأخير لعنصر تكافؤه ثنائي، عاوز العدد الإلكترونات المفردة 2، مش هو تكافؤ ثنائي يبقى الإلكترونات المفردة 2. عناصر المجموعة 3A تكافؤها على قد رقم المجموعة ثلاثي. وعناصر المجموعة 6A طالما هو أزيد من 5 أو أزيد من 4، 5 أو 6 أو 7 اطرح من 8، 8 ناقص 6 2، يبقى ثنائي. تكافؤ عناصر المجموعة الأقلاء الأرضية، الأقلاء الأرضية أساسا تبع المجموعة 2A، طالما 2A يبقى ثنائي، كلهم ثنائي. بينما تكافؤ مجموعة الهالوجينات، هالوجينات دي 7A اطرح من 8 يديني تكافؤ أحادي. نص قطر ذرة الصوديوم Na11، نص قطر ذرة الكلور Cl17. وزع كده ال 11 2 8 1 يعني موجود في المجموعة 1A. وزع ال 17 2 8 7 1 يقول لي ده تبع المجموعة 7A. مين اللي بيسبق مين؟ هتقول لي يا مستر 1A موجودة ناحية الشمال و7A موجودة ناحية اليمين، وأنا كل ما بتحرك من الشمال لليمين نص القطر بيقل. يبقى الكلور نص قطره قليل، الصوديوم نص قطره كبير، يبقى نص قطر الصوديوم أكبر من الكلور. رقم 49 المواد التي لا يمكن فصل مكوناتها بالطرق الفيزيائية تعرف باسم المواد النقية. اللي مش هينفع فيها فيزيائي مواد نقية. يعتبر فصل المخاليط نقط بطريقة الترشيح ويمكن تمييز مكوناتها بالعين المجردة، طالما هنا قادر أشوفها يبقى دي مخاليط غير متجانسة. رقم 51 يعتبر جزيء عنصر O3 من جزيئات عديدة الذرات أو ثلاثية الذرات. يعبر عن المركب الكيميائي بصيغة تعرف باسم اللي هي الصيغة الجزيئية. يمكن فصل نقط بطرق فيزيائية فقط، كيميائية فقط، يمكن فصل النقط ده المركب، بينما يمكن فصل بطرق فيزيائية دي المخاليط.
رقم 57 يتكون جزيء نقط من نوع واحد من الذرات. هو مش عاوز منك مثال، هو عاوز المواد دي كلها بنسميها ايه؟ اللي بيتكون من نوع واحد من الذرات، يعني ذراته متشابهه كان عنصر. العنصر ذراته متشابهه، المركب ذراته مختلفه. 58 يمكن فصل مكونات المخاليط المتجانسه زي الميه والملح عن طريق التبخير والتكثيف. يعتبر اختلاف كثافة الفلين عن كثافة الحديد خاصية فيزيائية. الكثافة طبعا من ضمن اللي هي الخواص اللي بتقدر تشوفها أو تميزها بعينك. طيب بعد كده بيقول لي رقم 60 مسحوق الطباشير في المية يعتبر مخلوط ايه؟ طبعا لما بتيجي تحط الطباشير في الميه طبعا قادر تشوف المكونات، يبقى ده مخلوط غير متجانس. بينما محلول الخل والميه لو حطيت خل وميه مش هتقدر تميزهم عن بعضهم، يبقى ده متجانس. جزيء الاكسجين O2 من امثله جزيئات، طبعا O2 يعني ذرات متشابهه، ده عنصر. والميثان CH4 ده من جزيئات المركب. الخواص نقط يمكن قياسها وملاحظتها اللي بتقدر تشوفها، دي الخواص الفيزيائية. بينما الخواص نقط لا تظهر إلا عند حدوث تفاعل كيميائي، دي اللي هي الكيميائية. رقم 63 تستخدم سبيكة نقط في صناعة هياكل الطائرات الحربية، ده اللي هي سبيكة الألمنيوم تيتانيوم. طبعا السبيكه دي بتتميز بالخفه، فتلاقي طبعا الطياره عماله بتتشقلب، وبتحتفظ بقوتها ومتانتها في درجات الحراره المرتفعه، ودي ممكن تيجي لك سؤال علل. بينما تستخدم سبيكه الستانلس ستيل في صناعه اواني الطهي، دي ليه؟ علشان خاطر غير قابله للصدى. 64 اختلاف لزوجة الماء عن لزوجة الجليسرين يعتبر من خواص الفيزيائية. رقم 65 اختلاف لون الراصب. راصب ده معناها مادة صلبة لا تذوب في المية. عند وضع كاشف على محلولين مختلفين يعتبر خاصية كيميائية، لأن الراصب ده مش هيتكون غير لو حصل تفاعل كيميائي. يدخل الهواء في تركيب مادة الأيروجيل بنسبة 99.8%، لذلك يعتبر مادة منخفضة الكثافة لأن معظمها بيكون هواء. الغاز المستخدم في ملء إطارات السيارات ده عنصر النيتروجين. طبعا ده غاز ما بيتفاعلش مع المطاط، يعني ما بياكلش في الكاوتش، وكمان ما بيتأثرش بدرجة الحرارة، عشان كده ننفخ منه كاوتشات، وده ممكن يجي لك سؤال علل. رمزه طبعا هنا ايه؟ ان. طيب دي مجموعه من الاسئله علل، ان شاء الله الملزمه دي هتنزل لك في الديسكربشن بتاع اللي هو الفيديو، هتنزل لك بالاجابات بتاعتها كده. حضرتك اسئله العلل ديت مهمه جدا تذاكرها السؤال والاجابه عشان خاطر حضرتك ما تتعبش. طبعا بيقول لي هنا نواه الذره موجبه الشحنه. ليه هي موجبه؟ لان النواه كان فيها بروتونات موجبه ونيوترونات متعادله. فاحنا لما جينا شرحنا قلت لك مين الشحنه اللي هتسيطر على النواه؟ اللي هي الشحنه الموجبه، لان الشحنه المتعادله شحنه خيخه كده عره ملهاش اي لازمه. طيب تعالى لي السؤال رقم 2. الذره متعادله الشحنه. متعادله الشحنه يعني الموجب قد السالب. مين الموجب؟ البروتونات. ومين السالب؟ الالكترونات، لان عدد البروتونات الموجبه تساوي عدد الالكترونات السالبه. العدد الكتلي غالبا اكبر من العدد الذري، لان العدد الكتلي حضرتك ده عباره عن رقمين هتجمعهم اللي هي البروتونات والنيترونات، انما العدد الذري ده حاجه واحده بس اللي هي البروتونات، فبالتالي الحاجتين يطلعوا اكتر من الحاجه الواحده، لان عدد الكتلي ده مجموع عدد البروتونات والنيوترونات، لكن الذري بروتونات فقط. اختلاف طاقه الالكترون في مستويات الطاقه المختلفه. ليه بقى؟ لان طاقه الالكترون قد طاقه مستوى الطاقه، او قد طاقه المستوى اللي بيدور فيه، والمستوى اساسا طاقته بتزيد لما بيبعد عن النواه، فبالتالي الالكترون طاقته بتختلف. يملى مستوى طاقه كي بالالكترونات قبل مستوى طاقه ال. ليه بملى كي قبل ال؟ عشان كده الضعيف ده الاقل طاقه من ال، فطبعا بيتملي الاول. تعددت محاولات العلماء لتصنيف العناصر. ليه تعبوا في تصنيف وترتيب العناصر؟ عشان تسهيل دراستها، اقدر ادرس فيها الخواص الفيزيائيه والكيميائيه. رتب العالم مزن عناصر تصاعديا حسب اعدادها الذريه. علشان ليه؟ ان الخواص بتاعت العناصر اللي هي الصفات بتاعت العناصر بتكون مرتبطه بالعدد الذري.
طيب يقع العنصران ان ايه 11 وكي 19 في نفس المجموعه. هنا بقى حضرتك هتيجي توزع 2 8 1 كده، انت ايه وزعت ال 11 وزع 19 2 8 8 1 هتلاقي ده اخر واحد وده اخر واحد يبقى موجودين في نفس المجموعه. تقول لاتفاقهم في عدد الكترونات مستوى الطاقه الاخير 1 الكترون. عناصر المجموعه الواحده متشابهه في الخواص الكيميائيه برضه لنفس السبب ان بيكونوا متشابهين في عدد الكترونات مستوى الطاقه الاخير. السؤال اللي بعد كده بيقول لي يعتبر عنصر الصوديوم ان 11 من الفلزات بينما عنصر الكلور من اللافلزات. هتوزع ده وتوزع ده، هتلاقي الصوديوم ده اخره 1 والكلور اخره 7، وانت عارف طالما اخر 1 2 3 يبقى فلزات، اخر 5 6 7 يبقى لافلزات. طيب يصعب التعرف على اشباه الفلزات من التركيب الالكتروني لاختلاف تركيبها الالكتروني. صعب قوي ان انا اطلعها من بقيه العناصر، عشان كده بنحفظها. تكافؤ الغازات الخامله يساوي 0 عشان مستوى الطاقه الاخير بيكون مليان وما فيهاش اي الكترونات مفرده. تكافؤ العنصر الالومنيوم ثلاثي علشان بيكون عنده 3 الكترونات مفرده، والاكسجين ثنائي ليه عشان عنده الكترونين مفردين. جزيء الكربون من جزيئات العناصر لان عشان ذراته متشابهه، والميثان من المركبات علشان ذراته بتكون مختلفه. يعتبر مخلوط الرمل والميه من المخاليط الغير متجانسه علشان بقدر اشوف مكوناته بالعين المجرده. محلول السكر في الماء من المخاليط المتجانسه لا يمكن رؤيه مكوناته بالعين المجرده. طيب يمكن التمييز بين الفلين والحديد عن طريق اللي هي الماء. الفلين بيكون اقل كثافه من الماء والحديد اكبر كثافه من الماء فبتلاقيه بيغطس. تملى بالونات الاحتفالات والمناطيد بغاز الهيليوم علشان ده اقل كثافه من الهواء فبتلاقي البلالين طلعت لفوق وبيكون غير قابل للاشتعال. رقم 19 تصنع هياكل الطائرات الحربيه من سبيكه الالومنيوم تيتانيوم. وانا قلت لك من شويه ان دي سبيكه خفيفه جدا فبتلاقي الطياره تتحرك بسهوله، وكمان بتحتفظ بالمتانه والقوه بتاعتها في درجات الحراره العاليه. تملى اطارات السيارات بغاز النيتروجين عشان ده ما بيتاثرش بتغير بدرجات الحراره وما بيتفاعلش مع المطاط، يعني ما بياكلش في الكاوتش. يمكن فصل الزيت عن الماء بسهوله علشان ده مخلوط غير متجانس. تستخدم مادة الهيدروجين في صناعة جواكت علماء الأبحاث بالقارة القطبية الجنوبية، مش الجنوبية بس والشمالي كمان، علشان دي بتكون مادة بتكون خفيفة، كمان مادة عازلة للحرارة. تعالى ليه السؤال بعد كده بيقول لك حدد موقع العناصر الآتية في الجدول الدوري الحديث. طيب أحدد يا مستر الموقع إزاي؟ يبقى لازم أوزع. وزع كده ال 11 2 8 1 كي ال ام. طب عاوز أجيب الدورة والمجموعة والفئة. طب الدورة أجيبها من مستويات الطاقة. كم مستوى طاقة دول؟ يبقى تكتب الدورة الثالثة، الدورة الثالثة. طب آخري كام؟ 1 يبقى دي المجموعة 1A. 1A ده تبع أنهي يا مستر؟ فئة الفئة اس. ليه يا مستر؟ لأن 1A و 2A دول موجودين ناحية الشمال، غير كده تبع B. طب تعالى ليه؟ الأرجون 18. وزع كده ال 18 كي ب2 ال 8 ام 8. دورة كام؟ الدورة الثالثة، الدورة الثالثة. طب هتلاحظ ان مستوى الطاقة الأخير بتاعك مليان ب8 إلكترون، يبقى ده غاز خامل يعني موجود في المجموعة الصفرية. اوعى تقول 8 ايه أزعل منك. طيب تبع انهي فئة يا مستر؟ لا الغازات الخاملة دي أساسا موجودة في الآخر ناحية اليمين، ده تبع انهي فئة؟ اللي هي الفئة B. الأكسجين 8. تعالى وزع ال 8 2 6 وتخلي بالك من العد عشان ما تلخبطش. دول كام مستوى طاقة؟ هتقول لي 2 يبقى الدورة الثانية. طيب آخري كام؟ 6 يبقى دي مجموعة 6A، وطالما 6A يبقى تبع الفئة B. تعالى لي الفلور 9. وزع الفلور 2. طبعا الفلور 9 يبقى 2 7. طيب الدورة الكام؟ عندي مستويين يبقى الدورة الثانية. آخري 7 إلكترون يبقى 7A. تبع انهي فئه؟ الفئه بي عشان موجوده ناحيه اليمين. تعالى لي الكالسيوم. وزع الكالسيوم 20 2 8 8 2 كي ال ام ان. طب كام مستوى طاقه دول؟ 4 يبقى الدوره الرابعه. طيب موجود في انهي مجموعه؟ اخرك 2 يبقى 2A، و2A ده تبع الفئه اس. طب تعالى للسيليكون. السيليكون 14. ادي يا سيدي 2 ادي 8 ادي 4. كم مستوى طاقة دول؟ 3 يبقى الدورة الثالثة.
طيب اخري كام؟ 4 يبقى المجموعه 4A، و4A دي تبع B. طيب حدد العدد الذري عكس السؤال اللي فوق. طيب بيقول لك دوره ثالثه، دوره ثالثه يعني عندك كام مستوى طاقه؟ دوره ثالثه عندك 3 مستويات للطاقه، ادي 3 مستويات اهم. مجموعه 3 يبقى اخرك 3 واملى الباقي 2 و8 و3 يبقى العدد الذري 13. هتوزع وتحط الرقم بتاعك في مربع كده. طب عنصر يقع في نهايه الدوره الاولى، سيبك من كلمه نهايه، دوره اولى يعني عندك مستوى طاقه واحد بس اللي هو الكي. نهايه معنى كده ان جايب اخره. طب هو الكي بيتملي بكام اساسا؟ ب2 يبقى العدد الذري 2. طيب عنصر يقع في بدايه الدوره الرابعه، ادي يا عم الدوره الرابعه اهي، الدوره الرابعه يعني 4 مستويات للطاقه. بدايه طبعا احنا بنبدا بواحد، يبقى حط مستوى الطاقه الاخير 1 كي ال ام ان، يبقى 2 8 8 1 يبقى العدد بتاعك 19. طيب عنصر يقع في الدوره الثانيه، الدوره الثانيه يعني عندي مستويين للطاقه. في اولى مجموعات الفئه بي، مجموعات الفئه بي اساسا اولها 3A، يبقى انت حط في الاخر 3 واملى الباقي 2 و3 كام؟ 5. طيب عنصر يقع في المجموعه 7A والدوره الثالثه، دوره ثالثه يعني عندي 3 مستويات للطاقه. 7A يعني اخر 7 واملى الباقي 2 و8 10 و7 17. سؤال برضه سهل جدا وما فيهوش اي حاجه. طيب تعالى بقى بعد كده بيقول لك ارسم نموذج لويس النقط العناصر الاتيه مع توضيح التكافؤ. طب نموذج لويس يبقى لازم اوزع، ادي يا عم الليثيوم 3 2 1 كي ال. طيب بعد ما وزعت اروح يا عم كاتب اللي هو الرمز الليثيوم. طيب عندي حواليا كام نقطه اللي هو مستوى الطاقه الاخير؟ هي نقطه واحده بس عشان عندي الكترون، ده تكافؤ ايه؟ احادي، لان عندي الكترون مفرد واحد بس. طيب تعالى لي النيون، النيون 10 وزع كده ال 10 2 8. طيب وزعت، ادي يا عم النيون تعمل حواليها كام نقطه؟ مستوى الطاقه الاخير 8، ادي نقطه 2 3 4 5 6 7 8. ما عندوش ولا الكترون مفرد يبقى تكافؤه 0. تعالى ليه الكبريت 16 وزع 16 2 8 6، ادي اس حواليها كام نقطة؟ 6 نقط 1 2 3 4 5 6. عندي كام الكترون مفرد؟ 2 يبقى ده تكافؤ ثنائي. الفوسفور 15 وزع ال 15 2 8 5، وادي البي حواليها كام نقطة؟ 5 مصر عشان اخر 5 1 2 3 4 5. عندي كام الكترون مفرد؟ 3 يبقى ده تكافؤ ثلاثي. طيب تعالى لي الام جي مغنيسيوم، ادي 2 8 2. طيب ادي ام جي كي ال ام اخري كام؟ 2 يبقى انا عندي نقطتين، طالما نقطتين يبقى التكافؤ ايه؟ ثنائي. طبعا دي النتائج المترتبه برضو اسئله بنجاوب علشان خاطر ما تتعبش. عدم احتواء ذره نواه الذره على النيوترونات، مفيش نيوترونات، ده معناته ايه؟ العدد الذري بيساوي العدد الكتلي، لان لما تيجي تطرحهم من بعضهم هيديني صفر. تساوي العدد الذري مع العدد الكتلي، مفيش نيوترونات. الاستخدام المفرط للاسمده في الزراعه، هذا تلوث ميه وتربه وتسمم الانسان والحيوان. زياده العدد الذري من اليسار الى اليمين في الدوره بالنسبه لنص القطر، في الدوره الحجم بيقل اللي هو نص القطر بيقل. زيادة العدد الذري من أعلى لأسفل في المجموعة بالنسبة لنص القطر في المجموعة الحجم الذري بيزيد. عدم احتواء ذرة عنصر ما على إلكترونات مفردة، مفيش إلكترونات مفردة يبقى التكافؤ بصفر. زيادة عدد الذري للعناصر الأقلاء بالنسبة لدرجتي الانصهار والغليان بيقلوا، هما الاتنين بيقلوا في المجموعة بيقلوا. زيادة العدد الذري لعناصر مجموعة الأقلاء الأرضية بالنسبة لنشاطها الكيميائي، النشاط الكيميائي بيزيد. تستخدم أو استخدام الحديد في صناعة هياكل الطائرات، طبعا الطائرة هنا تصبح ثقيلة وغير قادرة على الطيران. آخر سؤالين، ملء المناطيد بغاز الأكسجين، طبعا هنا هيزداد فرصة اشتعال المنطاد، وهنا أساسا الأكسجين بيكون تقيل مش هيرتفع لأعلى. رقم 12 استخدام السيليكون في صناعة أسلاك الكهرباء، طبعا هنا السلك هيقل توصيلته الكهربية عن أسلاك مين؟ النحاس.
بكده نكون انهينا معاكم مراجعه شهر اكتوبر. طبعا دي مراجعه على الخفيف كده، اتمنى اكون افدت حضراتكم، وان شاء الله بالتوفيق، والامتحان ان شاء الله يكون سهل. اشوف وشكم بخير، وما تنساش طول ما انت مع مينا انت اكيد في ايد مينا.